بعد أن تردد كثيرا في العديد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن حالة المريض المغفور له علاء حجيب، يهم إدارة المستشفى أن تقوم في عرض الفيديو المسجل بكاميرات المراقبة عندها، والتي تظهر وتدحض كل الأكاذيب التي وردت. سنعرض فقط الأقسام المعينة من الفيديو والتي تتناول لحظة وجود المريض، تقديم الإنعاش له ونقله فيما بعد، ولكل حادث بعدها حديث. لحظة وصول المريض، ونلفت انتباهكم أنه أتى في سيارة مدنية وكان على أرض السيارة عند المقعد الخلفي. خرج الطبيب جهاد حداد والمسعفين إلى إخراج المريض من السيارة ووضعه على الشريو المتنقل. نلفت انتباهكم إلى الوقت، والساعة تشير إلى 17:31 دقيقة. هذا هو المريض والحالة التي وصل بها. نلفت انتباهكم أن عملية النقل لم تستغرق أكثر من 30 دقيقة. كميات الدم الموجودة على الأرض وفي داخل السيارة هي كميات كبيرة، وتقديرنا أن المريض قد فقد أكثر من 3 لتر قبل إيصاله إلينا. الطبيب جهاد حداد هنا 30 ثانية على إدخال المريض. حالة المريض كما رأيتم إصابة كبيرة، ولا وجود لأي حركة تدل على أنه واعي. بالعودة إلى الباحة الخارجية، نلفت انتباهكم أنه لا وجود لأي من عناصر الصليب الأحمر في هذا الوقت، والعملية تمت كليا بالعاملين وأطباء المستشفى. وصول عناصر الصليب الأحمر وحسب ما يشير الوقت بعد 10 دقائق من وصول المريض. هذا الفريق من الصليب الأحمر هو الذي قام بالخروج، ليأتي بعده فريق آخر ويقوم بنقل المريض. وصول عناصر الأمن الداخلي أيضا إلى باحة المستشفى. في هذا الوقت يقوم الجهاز الطبي في الداخل بعملية الإنعاش الممكنة، والتي تمثلت كما سنرى لاحقا بفتح شرايين لنقل الأوصال الطبية ونقل الدم وعملية تنبيب أي intubation لتأمين مجرى الهواء. كل هذه العملية كانت تقوم بها الأطباء وغيرهم من التمريض، الجهاز التمريضي داخل حرم المستشفى. لحظة وصول الجراح الدكتور شوقي بن منى إلى غرفة الطوارئ، وكان قد مر ما يقارب 12 دقيقة من بدء عملية الإنعاش. لحظة وصول المنعش الدكتور وجيه نصر أخصائي التخدير والإنعاش، وذلك بعدما يقارب 11 دقيقة عن وصول الجراح. وجود القوى الأمنية وشرطة علي وإلى كميات الدم الموجودة على الأرض عدا عن الموجود داخل سيارة الجيب. سيارة الصليب الأحمر بعد مرور ساعة على وجود المريض وقد أتوا إلى نقله، ها هم يسحبون الشريو ليدخلونه بعد أن تم
عملية إنعاش المريض داخل الطوارئ. لحظة خروج المريض ويبدو عملية الإنعاش التي تمت بالداخل، كيس الدم معلق، كيسين آخرين من المصل، وكما تبدو عملية الانتوبيشن الذي يقوم حاليا أحد أعضاء الصليب الأحمر بضخ الهواء إلى رئة المريض. فإذا أن عملية إنعاش وكل شيء كان قد جرى داخل هذه المستشفى. قد حاولنا في هذا الفيديو أن نعرض فقط وأن نضحط الأكاذيب التي تكلمت عن عدم وجود طبيب في الطوارئ. وكما ظهر لكم كان هناك 3 أخصائيين إلى جانب جهاز تمريضي عملوا لمدة ما يقارب الساعة على المغفور له على عجيب. وحاولنا أيضا في هذا الفيديو والذي انتقينا منه الصور التي أردنا أن تصل إلى الشعب وإلى الميديا أن نقول أن المريض لم يترك لمصيره كما ورد على بعض التواصل الاجتماعي. إن كل همنا من هذا الموضوع رحم الله المغفور له على عجيب هو إظهار الحقيقة والحفاظ على كرامة الأطباء وعلى كرامة الجهاز التمريضي وعلى كرامة المستشفى، والذي نظروا نفسهم ليلا نهارا لخدمة مثل هذه الحالات وغيرها. وكان هذا فقط للتوضيح لا لإعادة البث الإعلامي وإعادة المزايدات الإعلامية حوله. وشكرا.